السلام عليكم. دي معانا عربية لوجان 2011 أو 12 شكل قديم عامة وحكامة. صاحبها جاي من المنوفية بيشكي إن في سخونية، وهو عمل لها وش سلندر مرة واثنين، تمام، واحتمال إحنا كمان نفكها وش سلندر، تمام. فطبعا إحنا لما جينا كشفنا العربية ممكن نعرف أستاذ محمد. لما جينا كشفنا طبعا لقينا خرطوم العكاز ده، تمام. كان هو أصلا جايب أصلا عطلان العربية، تمام، يعني جاي أصلا ماشية بالعافية، معمول لها وصل مشترك حديد، تمام، وعامل مشترك بين ده وبين ده عشان يجمع الخرطوم كامل على بعضيه. طبعا احنا غيرناه خلاص، وقوة الميه طبعا بص عامله ازاي، احنا كده قرب معلش من قوة الرباط على القفيز، بص القفيز عامل ازاي، قافل على الكوع نفسها، تمام. طبعا ده برضه غيرناه برضه كوع ألمونيا جديدة. رمبة الميه طبعا زي ما شايفين، طبعا احنا حذرنا منها كذا مرة، هي اصلا رياشها بايظة خالص، يعني رياشها اصلا بص خفيفة خالص، بايظة ضعيفة، تمام. فطبعا احنا غيرنا ترمبة ميه وغيرنا كوره ميه وغيرنا خرطوم ميه، انما برضه مش زي العربيه بتغلي، يعني تصور كده قلبة الميه كده معلش، تصور قلبة الميه مروحه شغاله سرعه ثانيه، تمام. غيرنا قلبة ميه وغيرنا ترمبة ميه وغيرنا كوره ميه وغيرنا خرطوم ميه، انما ما زال برضه الغليان موجود. فده للاسف ده يخليني افك وش السلندر تاني. علشان كده انا شاكك ان الجوان ده يا اما مش بتاع العربيه يا اما راكب غلط، لان يا جماعه المكنه اللوجان الواحد كامه، البلوك التحتاني هو نفس المكنه بتاعت الميجان 199 واحد كامه برضه، تمام. البلوك يعني الموتور ده زي ده بالظبط، بس المشكله ان ميجا الميه تختلف في العربيتين، الميجا الميه تختلف عن هنا وعن هنا، اشكالها مختلفه، والجوان ده ممكن يركب مكان ده، بس لو الجوان ركب غلط او لو ركب ده مكان ده يؤدي المشكله اللي احنا فيها، اللي هو خلينا فوق له سلندر ويبقى الجوان راكب غلط او في ميجا ميه مسدوده، لان الترمبة الميه تبقى شغاله بتشتغل انها تشفط بالعافيه، فهي مش قادره تشفط، تمام. الضغط بتاع الميه مش قادره تجمعه في العربيه، فما فيش قوه برود، ما بتفرطش العربيه، ما فيش حل برود خالص. ونضفنا الرادياتير وفكناه وبعتنا ننضفه، انما برضه ما زال المشكله قائمه. فاحنا كده ان شاء الله هنفك النهارده وش سلندر، تمام، وهنخلص المشكله مع بعض وان شاء الله هنكمل مع بعض. السلام عليكم. دي اللوجان اللي هي كانت بتسخن معانا، ده احنا قلنا غيرناها ترمبة ميه وقلبة ميه ورادياتير وكوات ميه، تمام. فكينا وش سلندر طبعا اهو، فكينا الوش اهو وبعتنا قشطناه، تمام. طبعا كان الجوان بتاعها ضارب، تمام، واحنا بنقفل مع بعض ان شاء الله. بس كده اعمل كده الجوان ده الوش بقى متقشط، تمام، قشطناه. هات لي كده الجوان ده يا محمد يوسف، الجوان ده يوسف القديم ده يوسف، الجوان القديم 22 يا اسطى، 22 في الارض يعني. ده الجوان، ده الجوان القديم اهو، عارف يا محمد الجوان ضرب منين؟ الجوان ضرب من هنا ومن هنا. هو صاحبها مغير الجوان ده مرتين، بس هو كان عنده مشكله في ترمبة الميه ومشكله في الرادياتير وخراطيم الميه اللي احنا قلنا عليها. فبعد ما خلصنا المشكله ما زالت قائمه برضه، هي نفس المشكله، تمام. فاحنا كده غيرنا الجوان ان شاء الله، جبنا جوان جديد وعملنا الوش وهنقفل النهارده ان شاء الله، حالا هنقفل. السلام عليكم. احنا هنا اهو بنركب وش السلندر، سقطنا بيه وهصور لكم بعد ما نخلص باذن الله.